السلام عليكم مربين الفراخ في الوطن العربي، اهلا وسهلا بحضراتكم. كلنا عارفين ان مرض الميكوبلازما من اكتر الامراض انتشارا في عالم الدواجن، ده لانه بينتشر او بينتقل بشكل رأسي من خلال الام المصابة عن طريق البيضة الى الكتكوت عند حضرتك، او كمان بينتقل بشكل افقي من طائر لطائر. وده بيفسر لينا كلنا قد ايه او ليه المرض ده منتشر جدا جدا. طيب ايه المشكلة ما ينتشر؟ طب ما نعالجه. هي بقى المشكلة كمان ان العلاج بيكون صعب شوية، ومش اي مضاد حيوي تقدر تحطه لعلاج الميكوبلازما ده، لان الميكوبلازما حجمها اكبر من الفيروس شوية واصغر من البكتيريا، وكمان ملهاش جدار خلوي، فمش كل المضادات الحيوية تقدر تعالج الميكوبلازما. طيب يا شباب، ما هي المضادات الحيوية الفعالة اللي اول ما اختارها يبقى فعلا اختياري صحيح، والجرعة المظبوطة قد ايه علشان نخلص من مرض الميكوبلازما؟ مرض الميكوبلازما بعض الدول بتسميه الطشمة، والبعض الاخر بيسموه المقطورة، ده لانه بيكون قاطره او بيحمل ورا منه معظم الامراض اللي احنا عارفينها زي الCRD مثلا. لازم وضروري جدا ان احنا نتخلص من المرض ده او نعمل وقايه للفراخ قبل ما يجي ويعمل مشاكل. وده هيكون محتوى حلقه النهارده اللي وعدنا حضراتكم انه يكون بسيط ومناسب لكل مربيين الدواجن. لكن كالعاده قبل ما نبدا ما تنساش تشترك حالا في القناه علشان يصلك كل جديد، وتجهز كوبايه الشاي اللذيذه بتاعتك علشان هنسمع احلى كلام بعد ما نصلي على خير الانام. ويلا بينا حالا نبدا على بركه الله. اهلا بحضراتكم. مرض الميكوبلازما فيه اكتر من 200 نوع على مستوى العالم، لكن في 3 انواع مشهوره اللي هي الميكوبلازما جاليسيبتيكم او الMG والMS، والنوع الثالث اللي بيصيب الرومي، واحنا اللي يخصنا في فراخ التسمين عامه الMG والMS. الMS بتعمل تورم وافرازات لونها اصفر حوالين مفصل الركبه، لما تشرح او تفتح مفصل الركبه تلاقي فيه مواد لزجه صفراء كده حوالين الاربطه عند مفصل الركبه، وكمان بتلاقي فيه تورم خفيف على كف القدم من تحت ما بين الاصابع. ده الMS، ودي بتكون نادرة مش مشهورة في التسمين. الأشهر خالص وأكتر حاجة مشهورة دايما بتقابلنا واللي غالبا هي اللي بتعمل بقى الأعراض التنفسية اللي احنا بنقول عليها هي الMG، اللي هي عبارة عن ايه؟ تلاقي الأعراض الظاهرية حوالين عين الفراخ أو الجفون في تورم، تلاقي فيه إفرازات من الأنف، إفرازات من العين زي ما هو ظاهر لحضرتك في الشاشة. وده اللي بيسبب او ده اللي بيفسر ان ليه احنا بنصنف الميكوبلازما من اخطر واهم الامراض التنفسيه. وطبعا لما هنشرح هتلاقي التشريح عباره عن ان الاكياس الهوائيه معتمه، ولو الحاله تطورت معاك بتبص تلاقي وصلت لمرض الCRD اللي هو اتحاد الايكولاي مع الميكوبلازما، فيعمل لك تجبنات على سطح القلب والكبد والرئه، وتخش طبعا في مرحله صعب العلاج بمياه الشرب. طيب نرجع لمرجوعنا الاولاني، ما هو المضاد الحيوي المناسب لعلاج الميكوبلازما؟ شوف يا سيدي، المفروض ان انت طبعا هتستلم الكتكوت ما انتش عارف هل الكتكوت فيه ميكوبلازما ولا لا، فلازم تعمل برنامج تحضين المضاد الحيوي اللي فيه هو مناسب للميكوبلازما. زي ايه؟ هقول لحضرتك الترتيب من الاقوى الى الاضعف. اقوى مضاد حيوي هي ماده التلميكوزين، وده بيكون تقريبا بنسبه 25%، وجرعته نص سنتي على اللتر لمده 3 ايام متواصل. بتحط معاه بقى عشان تكمل برنامج التحضير علشان ما ننساش كوليستين والفيتامين أ د 3 اهي والاحماض العضويه زي ما قلنا قبل كده في الحلقه بتاعه برنامج التحضير. بيجي بعد التلميكوزين التايلوزين. التايلوزين نفس شغل التلميكوزين ولكن تاثيره على البكتيريا اقل. بيجي بعد التايلوزين الإريثروميسين أو السبايروميسين، الاثنين يعتبروا في درجة واحدة، تأثيرهم على الميكوبلازما أقل ولكن تأثيرهم على البكتيريا اعلى شويه من التايلوزين. بيجي بعد الاثنين دول الاسبكتينومايسين، ولما بينضاف معاه اللينكومايسين بيعمل منتج اسمه لينكوسبكتين، ده بيكون فعال جدا ضد الميكوبلازما، بالاضافه بقى لان عليه لينكو فبالاضافه بقى بيشتغل على الكوليستريديا وبيشتغل على الايكولاي وباقي البكتيريا، وده انا بسميه الحصان الاسود. اللينكوسبكتين ده بيعمل كل اللي انت عايزه، معوي، تنفسي، بكتيريا، كل حاجه تقدر تاخدها، حتى انه كمان شغال منشط نمو، تقدر انك تعتمد
بنعتمد عليه في زياده النمو. طب ليه ما نحضنش باللينكوسبكتين لما هو حلو قوي كده؟ لان اللينكوسبكتين بيشتغل على الكوليستيريديا، وانت عمر يوم ما عندكش كوليستيريديا، فالافضل تعيني السلاح القوي الفعال ده لعمر زي مثلا 10 15 20 يوم في المنطقه اللي انت لو احتجت علاج للسي ار دي هيكون فعال. برضو اكيد في نشاط للكوليستيريديا فهيكون فعال. فالافضل انك تعينه للعمر الكبير علشان بالمره يجيب معاك باقي انواع البكتيريا زي الكوليستيريديا. يبقى الافضل يا شباب ان احنا نحضن على التلميكوزين او التايلوزين، ده بيكون افضل اختيار دايما انا بنصح بيه. وبكده يا شباب نكون لخصنا مرض الميكوبلازما. الحلقه الجايه ان شاء الله هنشتغل على مرض السالمونيلا، برضه هنعرف اعراضه وازاي نشخصه واهم مضاد حيوي او ايه هي الطريقه الصحيحه للقضاء على السالمونيلا. والى ان القاكم في الحلقه القادمه ان شاء الله، يا رب اشوفكم دايما بخير واحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.